حاجة بقى مهمة ناخدها من كلامك. اتكلمتي في الأول قلتي أنا مش ضد الناس اللي بتعمل ده. لا طبعا. حلو جدا، بس في ناس كتير جدا مش مهنية أكيد. وبتعمل ده بشكل غلط. أكيد. تنصحي المشاهد أو المشاهدة بشكل عام إزاي تعرف إن اللي قدامها أو تتأكد إن ده حد محترف فعلا وعارف شغله وإن المكان ده أهل للثقة وتقدر تعمل فيه شغلها براحتها؟ بص، هو احنا كستات بعيد تماما بقى عن ان انا مين. انا ست زي اي ست بالظبط. لما اجي اخش على اي مكان شيء طبيعي جدا ان انا اكيد هشوف المكان ده يعني فاتح باله قد ايه، ايه الرولز بتاعته، شغال ازاي، الكلام ده. اكيد الستات بتقعد تنكش في كل حاجه، بس كمان مش هروح احقن عند واحد مش دكتور. لا 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 لا، الاساليب اتغيرت واتطورت. اكيد. الناس دلوقتي بقت ذكيه جدا. اكيد. يعني لو انا مكان لسه بادئ والصفحه بتاعتي ما عليهاش غير 100 لايك بيشتروا اللايكات، صح، او بيشتروا صفحات كبيره. بس تفتكر هيشتروا شهاده طب مثلا ان انا اخش احقن عشان اشوفك دكتور ولا لا؟ لا، هي دي صعب طبعا، ولكن بيبقى ليها برضو بديل. هرجع اقول لك برضو الناس اتطورت، بيحطوا شهادات مثيله ليها او بديله ليها كدبلومات او غيره. لا لا، وطبعا اللي داخل ما بيبقاش فاهم قوي يعني. لا لا، انت معاك دبلومه، انت بتتسمى اخصائي، بتتسمى معاك دبلومه، لكن مش دكتور. في فرق جدا في المسمى. يعني انت عايز تحقن فيلر او بوتوكس، نصيحه روح لحد مختص في الكلام ده، روح لدكتور تجميل. لكن ما يروحش الاخصائي. لا طبعا. لا، روح لدكتور، كل واحد ياخد الحته بتاعته. لو كل واحد اشتغل الحاجه اللي هو فنان فيها، اعتقد مش هنوصل لمرحله ان يبقى في اي سايد افكت في اي حاجه. طيب ممكن تشرحي لنا الديرمابين كعلاج ازاي يعني؟ بصي، هو الموضوع مش مخيف. انا بتجيلي بنات خايفه، ايه ده في ألم، ده في دم هيبقى في وشي، وبيبقوا جايين عندهم رهبه غريبه من الفيديوهات اللي بيشوفوها على اليوتيوب. وده حقيقي؟ ولا اي حاجه من دي. لا في ألم ولا في دم اوفر ولا في الكلام ده خالص. وليه وقت طبعا، يعني حتى لو في اثار ما هو شغل، انا بشتغل في وشي بعالجه. وشك بيبقى احمر شويه. بعد ما بتحطي التلج وبتهديها وبتحطي الكريم المرطب مفيش اي حاجه. والنتيجه تبان بعد قد ايه تقريبا؟ انت تاني يوم مسافه ما بتنامي وتقومي، طبعا هو حسب الفايل. يعني انا مثلا لو اشتغلت على ندبات فهستعمل فايل معين، غير الكلف، غير الاسمرار. فكل ماده بشتغل بيها غير التانية. بس ميزه الديرمابين ان النتيجه بتاعتها حلوه وبتظهر طويله المدى. لو وقفنا الجلسات مش هترجعي، يعني مش حاجه ينفع ترجعي لها تاني. أستاذة سحر، عاوزين بقى نتكلم عن MT كير. في الأول إيه سبب اختيار الاسم ده؟ هو كل الموضوع إن أنا لما جيت أشتغل المايكرو بليدنج والمايكرو شادنج والكلام ده، كنت حابة جدا تقنية المايكرو بليدنج. وعندي تخصص كده في التاتو، بس التاتو اللي هو على الفيرست سكين، على الطبقة السطحية مش الوشم. تمام. يعني احنا واخدين حرف من كل كلمه. واخده الام واخده التي والكير اللي هو ليه علاقه بالسكين كير، فكونت MT كير. طيب وايه بقى اللي بيميز MT كير عن اي مكان تاني من وجهه نظرك؟ المفروض ان الMT كير هيبقى حاجه ليها علاقه بالسكين كير عشان دي دراستي. حلو. بس كان لازم اهتم بالجزء بتاع الكوافير بتاع اي ست. جميل جدا. انا مش كوافيره ودي مش مهنتي. بالزبط. بس كان لازم يبقى في ناس مختصه فيها، فانت جايبه الناس المختصه في الحته دي. بالظبط. حبيت اشوف الناس حابين ايه، بيجروا ورا ايه، بس حبيت اوفره بطريقه صحيحه مش طريقه مضره. يعني زي مثلا البروتين ده حاجه صعبه جدا وبشعه وانا ضدها، واتكلمت في كذا برنامج في الموضوع ده. طب لو حد طلبها؟ ما بشتغلش فيها، لكن اقدر اديكي نفس الافكت لو عملت لك كافيار. اوكي. هديكي نفس الافكت اللي انت عايزاه، بس مش هقطم بصيله، مش هحرق بصيله. هنا في فرق. فده علاج. طبعا. بالظبط.